هو انت تعرف عشت قد ايه مغصوب على حياتك؟ من يوم ما جيت الدنيا وانت عايش مغصوب على الاكل، مغصوب على النوم، مغصوب على المذاكرة، مغصوب على شعائرك الدينية، مغصوب انك توقف افعالك عشان احكام المجتمع، مغصوب انك توقف افكارك عشان ما ينفعش تطلقها للعنان. مغصوب 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 مغصوب، أحكام وعقاب، لحد ما بقيت أنت نفسك مش بني آدم، اتحولت لكتلة من الغصب، مش قادر تعيش حريتك اللي ربنا خلقك بيها، مع إن ربنا خلقنا أحرار حتى في عبادته. الأصل فينا إننا أحرار، الأصل فينا إننا قيمة بدون أي شيء، بدون أي تعريف، بدون أي مسمى، لكن تم غصبك على الأكل عشان تكبر، وكأنك لو مكلتش كل كمية الأكل دي مش هتكبر. اتغصبنا على التعليم بشكل معين عشان شهادة، عشان انت من غير الشهادة بتاعتك مش بني آدم، بس انت بني آدم من غير شهادتك. الشهادة ما تعنيش شيء، انت كده كده بني آدم. اتغصبت على منع الأفكار ومنع أفعال عشان أحكام المجتمع، أصل الناس هيقولوا عليك، وكأننا كلنا اتعيننا آلهة على بعض. عزيزي البني آدم، انت بني آدم مكرم من غير أي تعريف، انت حر من غير أي غصب ومن غير أي أحكام. أحكامك الوحيدة مصدرها خالقك، صانعك، اللي عملك الكتالوج بتاعك، هو ده المصدر الوحيد اللي تمشي وراه. أما أي أحكام أنت اتربيت عليها، أعرف إنها ما كانتش صح، وما بقاش مبرر ليك إنك تعيش حال الغصب ولا تطبقه على اللي حواليك، لأنك دلوقتي عرفت إنه غلط.